بس زي ما انا قلت لسيادتك رحت لكذا محامي، يعني انصدمت من المبالغ يعني، ففوضت الامر لله، وانا قررت باذن الله ان انا هدفع ال 250 احتراما لقرار رئيس الوزراء. هي دي مم. مقدرتي. صاحب مم. البيت مش عاجبه الوضع، هيروح كده يرفع عليا قضية طرد أو عدم دفع الأجرة. لا، أنا ملتزم بدفع الأجرة، لأن القيمة زي ما قلت لسيادتك عندي 65 جنيه. عشان ايوه. أضربها في 10 أمثالها يبقى 650. والمنطقة اللي أنا فيها قسما بالله العظيم، الناس اللي ساكنة في البيت عندي عقد مفتوح بيدفع 400 و500، فإزاي ايوه. أنا أدفع 650؟ اخر حاجه وصلت ليها، لان في ظلم زي ما قلت لسيادتك، المحافظه قيمت ممتاز ومتوسط، ما فيش اه. اقتصادي. قلت ادفع ال 250، اعترضت يبقى هتروح ايه، ترفع عليا قضيه. فانا اه. ساعتها بقى يحل يا ربنا، انا لا ادخل بنفسي، اكون حاضر بنفسي يعني بصفتي اللجنه اللي هي امكانياتي 250، وهي دي امكانياتي بمفردات المرتب بكل شيء، لان انا زي ما قلت لسيادتك على المعاش. تاني حاجة هقول له أنا مستني الرد في الطعون اللي متقدمة للمحكمة الدستورية. المحكمة الدستورية تحكم، هتقول والله خلاص القانون ده لا حول لنا ولا قوة ومشوه، بس أنا ما اقتنعش يا فندم إن المحكمة الدستورية تخالف أوامرها أو تناقض حكمها. ده ثقتي في الله ثم في المحكمة الدستورية. جاء آخر أمل لينا بعد الله هي المحكمة الدستورية. مش معقولة تيجي بقانون خالفها هتوافق عليه، يبقى كده اه. احنا فقدنا الثقة فيهم وفقدنا الثقة في كل شيء. العقد اللي انا وقعته ده بيني وبين المالك بالرضا الطرفين، انا ما اغتصبتش الشقة ولا حطيت وضع يا فندم. ده وضع، ده اللي بيوضع يده على شيء وقعد 5 سنين. يعني سبحان الله بيكتبوها له. ما بالي انا معايا عقد محمي من الدولة، عقد سليم. محمي من الدولة ومسجل في الشهر العقاري. ازاي يتنقل؟ طب اذا كنتوا انتوا بتبحثوا عن حق المالك، فاين حق المستاجر؟ لله، لان ربنا ما يرضاش بالظلم. انا لما مضيت العقد مضيت مع الراجل اللي هو صاحب البيت، اللي هو الراجل الكبير، وحاليا ربنا يرحمه ويتوفاه طبعا. مم. مش مشكلتي بقى يجي الورثه بعديه يقولوا لي كانوا مالي، انا مش هصرف عليهم، انا ده هو عقد بيني وبينك، انت وافقت او ابوك وافق الله يرحمه، تبقى لك على هذا العقد ومضى وشهود، مم. والمحكمة وقعت عليه والسجل والشهر العقاري. عشان ما اكدبش عليك، مع احترام الجميع الإخوة المحامين، لو الامر تطور، يعني لو الامر يعني ايه، صاحبة البيت عندها استعداد تدفع فلوس محامين يعني، ربنا يكرمك. تقلقش ان شاء والله الله. العظيم، والله يا فندم، والله يعلم ربنا، لسه بقول لأولادي جنبي، انت اول ما بتطلع كده بخبر سعيد لينا بتطمنينا. يا رب بالك لان انت يطمن. لان انت بتقولي كلمة الحق. الحمد بالك لله. انت بتقولي كلمة الحق. بس انا ليه، انا عايز افهم حاجة واحدة يا فندم، الله يخليكي. اتفضل اتفضل. المحكمة الدستورية وليها كل تقدير وحب واحترام، لأن أنا راجل بحب البلد وبحب القانون وماشي على القوانين، وما اقدرش يعني ايه انحرف عنها. اذا كان المحكمه الدستوريه هي صاحبه القرار اللي صدرته وقالت لا غلو ولا شطط، وما جربتش ناحيه الايه المده، ايوه. تحريك المده، تمام. ايوه. طيب اذا كان هي المحكمه صاحبه القرار، لماذا لم تتصدى بنفسها؟ ليه سايبه الناس كده يخبطوا ببعض، وسايبه ده يطعن وده مش عارف ايه والكلام اللي احنا دايخين فيه؟ ليه المحكمه ما تتصداش بنفسها رغم ان هي عندها الحق تتصدى؟